لا معلش، تعالى بس كده، تعالى بهدوء. لا عليك، اهم حاجه المطار جنب مني على طول، عشان انا بحب اتغدى في باريس واتعشى في فرنسا. ايه اللي انا وداني سمعته ده؟ بتتغدى في باريس وتتعشى في فرنسا؟ ما الاتنين واحد. 10 دقايق من الشقه بتاعتك لمطار المكتوم. انا كده برضه احب اتغدى في البطاش وافطر في العجمي. لا 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 لا، انا ما اشتريش في مشروع زي ده. لا ليه بس؟ انا بعد ما قعدت في برج خليفه تعبني في هنا. انت اخرك مشروع يوديك ابو قير على البحر. ايه يا عم هقعدك قدام برج ايفل. يعني هو عايز يتغدى في باريس ويتعشى في فرنسا، وانت تقعدوا في برج ايفل اللي في دبي، واحنا المفروض نستوعب الكلام ده. برج ايفل ممكن افكر فيها دي. اصل هو كان متعود الفيو بتاعه يبقى على برج حمام. برج ايفل عند فرنسا. يعني انا هقعد في فرنسا ولا في دبي؟ في نزله السمان. هتقعد في دبي بس باجواء فرنسا. وانا بقعد في اسكندريه بس باجواء شتويه مطربه. بس هتديني قدام برج ايفل على طول؟ قدام برج ايفل والشانزليزيه. ولو تحب على البرج نفسه، احنا علينا ليه؟ حلو بقى، قول لي بقى كده ميزه المشروع ده ايه؟ انك ما تقدرش تشتري فيه. المشروع ده بجانب اكبر مطار في العالم. حلو، عشان انا بحب اتغدى في باريس واتعشى في فرنسا. هو انت كنت بتهرب في حصه الجغرافيا؟ عشان ده حوار هروب كده. حلو قوي، موافق انا كده. انا اهم حلو حاجه جدا. المطاعم، عشان اهم حاجه لازم نريح الكرش. يعني تخيل كده، انا عامل مشروع عقارات كبير وجايبك تعمل لي شغل، تقف تقول لي عايز ادلع الكرش قدام الناس؟ انت مين يابا اللي علمك الكلام ده؟ بالظبط. تمام. عندك شقق عايز. حلو. عندك فيلل. هو مكسوف يقول لك انه عايز عشش. او عايز فنادق علشان الزوار بتوعك. طبعا لازم، اهم حاجه الفنادق طبعا للزوار بتاعتي، عشان انا ناس بتجيلي كتير من كل دول العالم. طبعا عشان انت تحفه، يعني اي حد من العالم لازم يجي يتفرج يشوف ايه الزفاره دي كلها اللي وصلت لحد هنا. ادفع كام؟ هتبدا معانا من 100,000 درهم. باشا حضرتك فاهم غلط، مش علشان هو لابس تيشيرت وواقف معاك يبقى هو معاه 100,000 جنيه، حتى انت اخترت حد غلط. هقعد قدام برج ايفل. هو برج ايفل. هدفع 100,000 درهم. بس بتعرف تتكلم فرنساوي؟ والله العظيم بنترجم العربي منه بالعافيه، يعني بنوصل لمعلومه من العربي بالعافيه. بتعرف تتكلم فرنساوي؟ طبعا. اكيد المدرس بتاعك كان عادل شكل. الشقه عندك الاستوديو بتبدا من 700,000. حلو كويس. الغرفه وصاله بتبدا من 900,000. حلو كويس. الفيلا كويس. عمال يتكلم معاه في ملايين وهو يقول له اسعار كويسه، وهو كان واقف بيبقى ماسك القشطوطه من عند بلبن بيعمل حوار عشان ياخدها ببلاش. حلو. من 3 مليون. انا عاوز جلتين ثلاثه جنب بعض بس قدام برج ايفل. ربي اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. قدام برج ايفل الفيلا اللي هناك بتبدا من 6 مليون. مش اشكال، الفكه كتير الحمد لله. 6 مليون والفكه كتير؟ ليه انت جيبك ده قد ايه؟ ماشي، قول لي بقى المميزات بتاعتكم، وهقدر اسدد على قد ايه، وهدفع كام لغايه ما اسكت. ولو ما سددش برضه بياخد كام سنه عشان هو برضه يبقى عامل حسابه. تبدا ب 10%، بعد كده في خلال الانشاء بتكمل 70%. ما تسددش تتصلك 25 سنه تطلع عندك 60 70 سنه تعيش فيها مالك انت واحفادك اللي انت ممكن ما تجيبهمش، ما انت خلاص محبوس. تاخد المفتاح بتاعك وانت دافع 70% بس. يعني انا بقى دافع لك اكتر من 65% فلوس وما تدينيش كمان مفتاح اروح اشوف شقتي؟ ده ما شاء الله، ده ايه المشروع المبهر ده؟ يعني انا هسكن زي ما انت وريتني كده جوه عندك؟ لا ومحضرين لك مفاجاه بقى، حاطين لك 6 7 مطاعم تحت تنزل ترازي فيهم براحتك، حتى الرفاهيه مش سايبينها. وقلت لي المنظر ده بالفرش الجميل اللي انا شايفه قدام مني مفروش بمنظر الحمام، بمنظر اهم حاجه البرفن اللي في الحمام ده. البرفن وفي الحمام؟ راح تجيب مشروع عشان الحمام ده؟ انت يا ابني مين اللي بيذاكر لك وانت صغير؟ موجود انا هجيبه لك من فرنسا. اكيد يعني. ما تقلقش. اهم حاجه بالله عليك ولا بيقول لك اهم حاجه البرفان. كل واحد له احتياجاته. اهم حاجه في ملاعب كوره والكلام ده كله. لا وانت ما شاء الله السيد حمدي، يعني مش سايب ملاعب الكوره، راجل رياضي من صغرك. انا رايح احضر للماتش، السلام عليكم.